عقد صبر المنياوي المدير الفني ورئيس قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي اجتماع مع أعضاء الجهاز الفني لقطاع الناشئين، وذلك لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وآليات تطوير القطاع بما يتماشى مع أهداف النادي الإسماعيلي. وشهد الاجتماع حضور المقدم مصطفى أمير المشرف العام على قطاع الناشئين من قبل اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي، إلى جانب محمد رائف رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي، في إطار المتابعة المستمرة لأعمال القطاع. وتناول الاجتماع عدد من الملفات الفنية والإدارية الخاصة بفرق الناشئين، إلى جانب مناقشة برامج الإعداد وآليات متابعة اللاعبين وخطط تطوير الأداء الفني داخل مختلف المراحل السنية. وأكد الحضور أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة الفنية والإدارية بما يضمن توفير أفضل بيئة لإعداد المواهب الواعدة ودعمها للوصول إلى الفريق الأول. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص النادي الإسماعيلي على الاهتمام بقطاع الناشئين باعتباره الركيزة الأساسية لإعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل الفريق الأول خلال السنوات المقبلة، وفق رؤية فنية وإدارية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المواهب الشابة.